السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتوضيح مهم قبل ما نبدأ في شرح العملة. هو هدف القناة هو التعريف بتاريخ العملات وتفاصيلها. هدف القناة هو العملات القديمة وليس السعر فقط، فمعرفتك بتفاصيل عملتك تجعلك ان انت تبيعها بأعلى سعر. كل اللي عليك ان انت تسمع تفاصيل العملة بالظبط وتقارنها، ونخش دلوقتي في شرح الفيديو. معانا تاسع عملة في القائمة وهي 1 جنيه الكاتب المصري، المشهورة بجنيه الكاتب المصري او الجنيه البني، اللي هو حديث بالنسبة لأغلبية الناس وموجود في معظم بيوتنا المصرية. تم إصداره في 11 مايو 1968 وأخذ يتم إصداره حتى في 4 ديسمبر 1978. تم إصداره لفترة كبيرة جدا، حوالي 10 سنين. لذلك يا جماعة هو موجود في كل بيوتنا المصرية. تم إصدار منه عدد كبير جدا من البنفكسات، وقع عليها العديد من المحافظين. 3 محافظين هو أحمد لطفي عبد الحميد وأحمد زندو ومحمد عبد الفتاح إبراهيم. الورقة دي يا جماعة سعرها مش غالي جدا، لأن كل بيوتنا المصرية موجود فيها الورقة ديت، فسعرها يعني مش هتعدي عن 10 15 إلى 20 جنيه بالكتير جدا. لو هي وصلت لحالة الأنصر، لو هي جديدة زيرو ممكن توصل لها لحالة الأنصر. أما لو انطبق عليها بعض الشروط اللي احنا هنقول عليها، إن هي يكون كل السيريال نمبر بتاعها 0001 0002 0003 زي ما انتم شايفين، 0004 0005 إلى 0010. فدي سعرها يا جماعة بيبقى غالي شوية، بيوصل من اول 750 جنيه لحد 1000 ونص. اما لو هي كلها السيريال نمبر بتاعها كلها وحايد وكلها اتنينات وكلها تلاتات وكلها اربعات، فدي سعرها يا جماعة برضو بيوصل من اول 500 جنيه وبيعلى تدريجيا، ممكن توصل ل 2000 جنيه لو وصلت لحالة الأنصر، وهي أيضا بعلامة مائية الكاتب المصري. وكل الأرقام المميزة اللي أنا عرضها لكم على الشاشة دي يا جماعة، كل ورقة بيبقى لها سعر على حسب حالتها وعلى حسب حالة الورقة، لو فيها خدوش، لو فيها عيوب، لو فيها كتابات، لو فيها اتساخ، لو فيها انكسار في الإطار. يعني مثلا لو شفنا السيريال نمبر بتاعها راداري 101010، أو شفنا السيريال نمبر بتاعها عنكبوتي زي ما انتم شايفين 78 او اي نوع عنكبوتي 1212، او موست سوليد اللي هو كله يكون موحد وفي الاخر رقم مختلف، او مميز تصاعدي 1 2 3 4 5 6. فكل ورقه يا جماعه لها سعر وبيتم تقييمها على حسب حالتها بالظبط. انا جايب لكم يا جماعه برضو فيديو توضيحي بيعرفكم اهميه العملات القديمه واسعارها، وكيفيه ان انا اعرف سعر العملات اللي معايا ازاي واعرف قيمتها واقدر اقيمها من خلال 4 حاجات هجايبها لكم جوه الفيديو. شوفوا الفيديو سايبه لكم في علامه البايو وممكن تتفرجوا عليه. ولو عجبك الفيديو فما تنسناش ان انت تعمل لنا اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس، عشان احنا بنتعب يا جماعه عشان نجيب لكم جميع الاسعار بتاعه العملات ديت وجميع التواريخ بالظبط، ونجيب لكم معلومات دقيقه تقدروا تستفيدوا بيها، مش بنضحك عليكم في حاجه. اما المفاجاه اللي انا محضرها لكم النهارده داخل الفيديو، اللي انا هجيب لكم بالصور وبالاثباتات جميع العناوين. الناس كلها كانت بتشكك في العناوين اللي احنا بنعرضها على الفيديوهات، وبتشكك بتقول انتوا فين اماكن البيع، مفيش اماكن بيع. لا، هعرض لكم اماكن البيع بالتفصيل وهكتبها لكم على الشاشه دلوقتي. الاماكن اللي موجوده سواء بتبيعها في الاسواق الحره في القاهره والاسكندريه، هكتب لكم المكان والعنوان بالظبط، بحيث ان انت توصل بكل سهوله ويسر وتبيع العمله اللي معاك لو هي نادره، مش اي عمله وخلاص. تمام. بالاضافه كمان ان هجيب لكم كمان صور الجروبات والمزادات اللي بنعقد عليها. المزادات جروبات في الفيسبوك بنعقد عليها مزادات برضو، بتعرض العمله وبيتم تقييمها وبتعرض عليها مزاد، ولو هي غاليه بتبيعها بسعر جد. هجيب لكم صور لبعض المزادات والجروبات ديت عشان تبحثوا عليها وتخشوا عليها بسهوله في اماكن البيع دلوقتي. كده خلصت كل ما يتعلق عن العملات. جه الدور دلوقتي ان انت لو معاك العملات اللي احنا بنقول عليها ديت او اي عملات اخرى تقدر تبيعها فين. تقدر تبيعها قلت لكم مرارا وتكرارا من خلال 5 اماكن. اول مكان تقدر تبيعها من خلال انا شخصيا، لو نفس العمله ونفس المواصفات اللي انا بقول عليها جوه الفيديو هتصورها وتبعتها لي. انا شخصيا هتواصل معاك واخدها بالسعر بعد ما نتفق عليها ونحدد قيمتها ونقيمها ونتفق على السعر وهاخدها منك. تقدر تبيعها ايضا من خلال 4 اماكن. اول مكان من خلال الاسواق الحره اللي موجوده في الاسكندريه وفي موجوده في القاهره. في موجود سوق في القاهره بينعقد كل يوم سبت، يسمى سوق ديانه جنب سينما ديانه في شارع عماد الدين الالفي. بينعقد كل يوم سبت من الساعه 8 صباحا حتى الساعه 5 مساء.
ايضا في سوق بينعقد في الاسكندريه في منطقه ميامي جنب كافيه صيام، بينعقد كل يوم اربع من الساعه 8 حتى الساعه 5 مساء. طبعا تقدر تبيع فيهم، والعملات بتروح وتعرض عملات هناك، ولاف الهواه والتجار بتعرض عليهم العمله. طب لو انت مش عاوز تبيع في الاسواق الحره، ممكن تقدر تبيعها من خلال المتاجر الالكترونيه اللي موجوده على الانترنت زي جوميا وزي علي اكسبريس وزي امازون وزي اي باي والعديد من المتاجر الالكترونيه. ايضا تقدر تبيعها من خلال الجروبات اللي موجوده على الفيسبوك، وهناك العديد من الجروبات اللي موجوده على الفيسبوك اللي مخصصه لبيع العملات النادره والشحيحه، وبيتم عقد عليها مزادات بصفه مستمره، بتعرض عليها العمله وبتواصل معاك الاف الهواه والتجار. ولو العمله بتاعتك نادره بتجيب سعر كويس، بيبداوا يتواصلوا معاك وبياخدوها منك بسعر غالي جدا. وهسيب لكم روابط الجروبات ديت في الرابط اسفل الفيديو لو انتم بتشوفونا على اليوتيوب، فبطلب من حضراتكم ان انتم تشتركوا عندنا على قناتنا على اليوتيوب عشان هسيب لكم الرابط بتاعه الجروبات بتاعه الفيسبوك هناك. ايضا تقدر تبيعها من خلال رابع مكان، وهي من خلال موقع يسمى موقع اوليكس. موقع اوليكس دي تطبيق بيتم تنزيله على التليفونات المحموله، موجود عند كل الناس، من في فئه موجوده لبيع العملات النادره والشحيحه على هذا الموقع اللي هو موقع اوليكس. بتعرض العمله وبتواصل معاك ارضه الاف التجار والهواه بيشتروا منك العمله لو هي نادره. انا كده خلصت يا جماعه كل ما يتعلق عن الفيديو. فلو عجبك الفيديو بتاعنا فتشجعنا باللي انت تعمل لنا اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس لو انت بتشوفنا على اليوتيوب. اما لو انت بتشوفنا على الفيسبوك فتعمل لنا لايك وشير ومتابعه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لو انت لسه موجود لاخر الفيديو وما مشيتش فبقول لك عايش، وهقول لك على مفاجاه كبيره جدا عشان وجودك لاخر الفيديو. انا يا جماعه اي عملات مع حضراتكم مش لازم بالاخص يكون العملات اللي معاكم نادره وغاليه زي اللي احنا بنقول عليها بالظبط عشان تمسك فيها سعر. لو العملات اللي موجوده معاك عملات عاديه جدا وشعبي، فعادي برضو بيبقى لها سعر وبنشتريها وبناخدها منك، بنقيمها لك وبناخدها منك لو هي عملات شعبي، بس مش هتجيب سعر غالي زي ما انت متخيل. لو هي معدن بناخدها بالكيلو، ولو هي ورق بنقدر نقيم لك سعر الورقة بتبقى من 20 ل 50 جنيه لو هو ورق قديم. اما لو هي ورق ملكي فسعرها بيبقى غالي، اما لو هي ورق جمهوري فسعرها مش بيبقى غالي جدا. فكل العملات بالاضافة لو انت معاك انتيكات، معاك تحف، معاك ساعات، معاك سبح، كل حاجة بنقدر ناخدها منك. وارقام الواتس موجوده على قناتنا على اليوتيوب في التعليقات. ممكن حضرتك لو انت حتى الرقم مش موجود تبعت لي تقول لي انا عاوز رقم الواتس للتواصل، او ابعت لك الصور اللي موجوده معايا وهرسل لك رقم الواتس عشان تقدر تبعت لنا الصور. وعندنا مكانين بنشتري منك العملات فيه ومكتبين، مكتب عندنا في سوق ديانه ومكتب في الزمالك. دي يا جماعه للناس اللي موجوده معانا لاخر الفيديو. بس ما تنسوناش ان انتوا تشجعونا بالاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس لو انتوا بتشوفونا على اليوتيوب، وسبسكرايب ولقاءات كتير عشان توصل لكل الناس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.